استبدال كاحل المريضتين هي عملية أولى من نوعها على الصعيد الوطني في مجال الجراحة التقويمية للكاحل. المريضتين تجاوزتا عقدهما الخامس وعانيتا طويلا من هشاشة حادة على مستوى عظم القدم، ليتحقق الإنجاز بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس ويتم استبدال الكاحل لديهما. وهو لك الحمد وشي من عندهم تكلفوا لي الله كتر خير والله خليك. ندخل ندير واحد العمليه على الشوفيه ومستافده من الراميد، عيطولي في التليفون كنت خليت لهم الرقم وصيفطوا مورايا شي واحد من المقاطعه. العمليتين كللتا بالنجاح بحسب الأطقم الجراحية وتهدفان إلى استرجاع الكاحل والقدمين لكلتا المريضتين لوظيفتهما وحركيتهما الطبيعية، أنجزتا بالمجان بفضل تكفل المستشفى الجامعي الحسن الثاني بالتكاليف المباشرة والغير المباشرة من شراء واستيراد للأطراف الصناعية لإجراء العمليتين، وبفضل كذلك نظام التغطية الصحية رماد. هاد السيده عندها مشكل في الشوفي، عندها اون ارتروز اللي كتعطيها الحريق وكديرونجيها في المشي ديالها في الدروج في التيران بلا وحتى في التيران اكسيدونتي، ودار جميع الادويه ودرنا لها جميع لي زانفيلتراسيون وكتوصل لواحد الوقيته اللي خصها العمليه. كاين عندنا جوج العمليات، العمليه الاولى هي كنفيكسيو لها لا شوفي ديالها، كاين الحل الثاني وهو اللي درناه اليوم هي عمليه ديال لا بروتيز اللي كنديروها اول مره في المغرب كيف قلت قبيله. دونك هذه العمليه اش كتعطي للمريضه ما كيبقاش فيها الحريق، اولا الكاحل ديالها كيتحرك. إنجاز ممتاز ذاك الذي دخل غماره المغرب عبر تقنية استبدال الكاحل بهذه العملية والتي بالكاد تنتشر الآن بأوروبا، وأنا مقتنع بهذا الأداء العلمي الكبير. وقد تم نقل العمليتين عبر تقنية البث المباشر من المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس إلى قاعة الدروس بمصلحة جراحة العظام والتقويم التابعتين للقطاع العام والخاص والطب العسكري، وكذا الطلبة الأطباء والذين يواصلون تكوينهم بكلية الطب والصيدلة بفاس.